عواد، سلمت. أبى أخذ معك لقاء علشان المعلومات اللي عندك أيه. عن الخطوط بالسعودية. أنت بما أنك أنا أعرف عنك معلومة أنك كنت من أول تكد راعي خطوط. أنا من شيء صغير، إيه؟ عمري 15 سنة وأنا بالسيارات. ما شاء الله. سمعت؟ وإن حصل تذكر لي العام، عام كم؟ أي إن كنت تذكر. في أشياء أذكرها. إيه؟ أذكرها بعام كم، وأشياء ما أقدر ما يخالف أذكرها. اللي تذكره نبيه. لكن عاد نتكلم عن الخطوط. إيه؟ أذكر خط الرياض الطائف. إيه؟ 84 ب 84 هجري. ب 84 ماسكت عدة شركات، وصلوها الطائف ووقفوا، وبعدين حولوه على المعكرة. تمام. هذا زفلت. الزفلت. إيه؟ الزفلت. وخط الشمال من الشرقية. خط الشمال. اي، من الشرقية للطريف. من الشرقية إلى الطريف. هذا إيه. زفلت بس. اي الله، الزفلت. اي، يمر على الحفر. يمر على الحضر. وخط تبوك من المدينة إلى تبوك. من المدينة إلى تبوك. اي. والخط اللي طال عمرك من القصيم إلى المدينة، هذا في 85. 1385 هجري. الله. تمام. بدأ بال 85 وانتهى بال 87. ماسكت 6 شركات. ايه. شركة ماسكتها من ساجر لبريدة. تمام. وشركة ماسكتها من بريدة للقريب. وشركة ماسكتها من القريب لعقد الصقور. وشركة الحنكية وشركة المدينة. ايه. 85. ها؟ بال 87 فتح الخط. الله. اللي هو حق بريده. حق القصيم من المدينة للرياض. ايه. سمعت؟ يجي مرفق على الرأس على عنيزة على ساجر، وخط الرئيسي يمثل بريده، وبريده يبغى والرياض يجون على عنيزة على ساجر. على ساجر. ايه. هذا مشيته انا. اي، هذا مشيته. ايه. طبعا. هذا ما انقطع الا يعني الناس وقفوا عنه الا بس بعد ما فتح السريع. ب 400 حدود 400 افتحها. ايه، ب 1400. 93 فتح الخط اللي على الزلفي. بال 93. ايه. فتح الخط اللي على الزلفي. بال 93. سمعت؟ تمام. والخطوط قديمة على بساطة. اسلم. ايه. أنا عاد اشتغلت في خط الشمال، في خط تبوك، وفي خط الرياض الطائف، وفي خط القصيم المدينة. الخطوط القديمة اسلم. سهلت تكاليفها وجودتها إليها الحين، وهي عاملة من أحسن ما يصير. يا سلام. الخطوط القديمة تكرس الأرض إيه؟ وتحط طبقة ردمية 20 سنتي، وفوقها ردمية 20 سنتي. اللي هو الصبيز يسمى. لا، إيه؟ الصبيز بالبسكورس هذا اللي فوقها. المهم ان الخط كله 60 سنتي. ايه. لو تنعس وتطلع من الخط ما جاك شيء. سمعت؟ لو إيه؟ تنعس وتطلع من الخط ما جاك شيء. وليها الحين عامله ولا فيها شيء. صحيح، موجودة إلى الآن. نعم. والخطوط التالية السريعة اللي مرفوعة على 5 متر، وتكاليف لا تحصى ولا تعد. تكلفة كيلو في 10 كيلو من الشغلان من الأول. نعم. اي. وردميات وكل شوين، وهي وكلها يوم صيانة. الله. اي، ردمية هذه. إيه؟ تبغى تبني بيتك تحفر له ثبته بالارض، ولا تبني على ما يجي. صحيح. اي. ايه. ما صدقها. الخطوط القديمة. اي، تكلفتها لان ما هنا شيء. ردمية نص متر وزفلت وامشي. على طيب، الطبيعي. انت من اول وين تروح يوم معك السيارات؟ انا طال عمرك اول اشتغلت بالفروت قبل المرسيدس يجي. عام ما تذكر عام؟ اشتغلت بالفروت طال عمرك بال 83. 83. اي. قبل لا اولد انا. أي. انا مولود ب 85. سمعت؟ اسلم. وبعدين طويل العمر يوم جيت المرسيدس اشتغلت في الشركات، واشتغلت في المرسيدس نكد من بيروت الى الحجاز، من بيروت الى الرياض. ما شاء الله. أي. من بيروت الى الحجاز. الله. وش تجيبون من بيروت الى الحجاز؟ نجيب خضره الحين من بيروت من تودونا للحجاز. نوديها للحجاز، ونوديها للرياض، ونوديها للطائف، ولا شو اسمه الشرقيه. سمعت؟
عجيبة، ما أشياء ما مر علي. ايه اسلم. ايه كنت بسألك بقول وش شيء ما مر عليك بالخطوط. 93 1393 كنت أنقل قارب من مصفاة الأردن لقريات. ايه سعر القارب من البيب السعودي اللي راح للأردن. اللي رايح البيب رايحين لبنان. لبنان. اي، والأردن ماخذين منه مفرق مسوي مصفاة عليه. يا سلام. والسعر يعني معلش ابو عواد بس عشان تضح الصورة، البترول من السعودية. البترول من السعودية، البيب اللي يبدأ من المنطقة الشرقية لبيروت. إلى بيروت. اي فيه بيب. اي البحر. ومفرع بالأردن. وما بالأردن حاطين لهم فرع مصفاة يصلحوا فيها بنزين وديزل وقار. أنا أنقل لشركة بقريات، سعر القار هناك دبل، هنا بالسعودية ب2000 وهناك ب 4000. ايه بس هناك الأجار 800 ريال بيومك تروح تجيب حملة، وهنا الأجار 4000. من هنا الأجار 4000 غير المشترى. اي فمن الأردن أقرب لك. من الأردن هي للشركة يشتغل. ايه اسلم. فيه قاع الأزرق، من القاع الأزرق اللي عمان زفلت ولا خط يشوف قاع الأزرق. قاع الأزرق على الشبه من قاع العوشية. صبخة. صبخة سبيلة ومحيلة وديته تسير فيه. محير ماء. اي، واليوم من الهجار مطر ما يمشي معروف. أنا علي خيال هكذا اليوم، ومن الصدفة مجبر علينا عيد رمضان وبروح أتعيد عند أهلي، وغسلت موتري ونزلت عزم. جاك مدير الشركة. اي قال حمل الموتر وجه محمل عندنا ان احتجناه نفضيه. ايه وتمشي يوميته. يس كفح هذا، كانت نزلت عزمتي واغراضي وانا اتوكل على الله. حملت وجيت مروح. جيت راجع للسعودية عليه. اي إيه؟ على انا خلال هو روحي العمال جيتي بيوم واحد، اروح الصباح واجي العصر. يا سلام. ولي على انا خيال، ويوم اللي جيت قاع الازرق وانزف على الخيال وعلى نمطه وانا ادش في قاع الازرق، ولي طالع على عكس هاي ولد قاعد يمشي معي كله يمشي ما في من بسيط. وانا اضرب القاع يوم توسطت من القاع وهو ينشق السماء. لا اله الا الله. وهو ما عاد اشوف امشي بس بالخرص. ومحمل الموتر. محمل قاع. ما اخذت شوي ومفسخ المطر ولا بحر. بحر. يوم اخذت شوي والموتر يغطس. لا الموتر يغطس وانا اروح افك القارب وذا القار 6 جمد مع الساعه والنص اللي انا محمل 6 جمد. وانا اخلي الموتر محله وانا اطلع رجلي. يوم طلعت من القاع يجيب لي الله سيارته من برا القاع يمشوا. ايه من وراء. ايه واركب معهم واروح القريات واخلي موتري عقب كم يوم اصله المواجد وعقبه. ومتى عاد بس عقب شهر اخذت لي شيء وسحبت موتري. عقب شهر. والله تغريزه. الله لا يعيده. يا الله فيك الحمد لله الحمد لله. رحت للحجاج ولا ما وديت حجاج؟ الحجاج يوم كان معي ونيت. ايه ونيت فرت 63 اشيل الحجاج واوديهم. من وين لوين؟ من بريده الى مكه ومن مكه الى بريده. ملزوم برجعتهم. اي والكروه كم الاجار؟ الاجار واجب. الحاج كم؟ الاجار من بريده الى مكه الى بريده 50 ريال. اوه. ومصرف راسب عليك. ايه معك علبتك ومعك الحاجه والزين وذاك الركاب. ايه من 15 الى 20. والراكب ب50 ريال. 50 ريال. لو صاروا 20 صار ب 1000 ريال. والله اكبر. 200 حول 200 هو قاعد 200 مصروفهم يا لك الحمد. رز وقوط صلصه يغير لونها، الرز الابيض يصير حمر. سمك وكيلو الحمى ما هو كيلو وزنها كالحين، واللحم غالي كالحين. ها الوزن ب 3000. لا اله الا الله. اي
اثقل الكيلو ولا الوزنه؟ وزنه عن كيلوين. عن كيلوين وغالي وبثلاث ريال. 3 ريال. عام كم يا ابو عواد؟ الكلام اللي نفق بال 83. قبل ال 83. بال 83 وقبل ال 83. سمعت؟ اسلم. الحمى طال عمرك وزنة الحمى البعير ايه ب3 ريال. ايه سمعت؟ واليا صار معك 15 راسب ولا مثله، اخذت وزنتين ب6 ريال. الله اكبر. وطبخت الغداء ولا العشاء عاد بالطريق ما شاء الله ما شاء الله. لا لا. طيب الطريق كان هل انت تقول يوم توديهم من بريده بال 83 الى مكه زفلت ولا؟ الزفلت بدا في ال 85 بدا يشتغلون بالزفلت 85. ايه وال 83 وال 84 لكن طال عمرك معي 63 لكن من بريده العرعر. واللي اجى وقت الحج اخذ حجاج يحججهم واجيبهم. تاخذ بالاول من بريده العرعر. اي هذا وشو ذولا الركاب؟ وش لهلهم يعني وتدا؟ لا اكثر ما يروحون الحين طال عمرك الافواج الحرس الوطني في عرعر حوجي. ايه ويروحون. سمعت؟ الله اكبر. اي ويتجمعون طال عمرك ويوديهم ويستلمون رواتبهم، اخذ يوم ويومين عنده يستلمون رواتبهم ويجيبهم رجعهم. نمشي من بريده الصحراء بالليل، نمشي مع غيب الشمس ونصبح طال عمرك حور ضحى ونصل الظهر في عرعر. والديار عاد من هناك فيه زفلت. ايه من هناك فيه زفلت. خط الشمال زفلت سد مشى. ايه لكن من هنا طال عمرك الى رفحه. احنا مع صحراء بالليل نمشي لا نضيع ولا شيء. يا منا بالليل شكاين نضيعنا خطوط صحراء. ايه واحيانا تقرب لك خط يا شكاين نضيعنا وقفنا طفينا النور اللي هذا الجدي ليش شفنا الجدي كاننا نشوف الشمس. عرفنا اتجاهنا. الله اكبر. على نجوم تمشون. على الجدي. الحين الجدي لي 30 سنه ما شفته، اطلع في البر وانظر ما شفته. الله يعطيك طولة العمر والصحة والعافية. أجل زين يعني مرتين وديت الحجاج أجل. أول أكثر ما بس ما أدري كم لكن أكثر يصير 15 18 17 بس صندوق الأولانية و3 بالغمارة. سمعت؟ إيه. ونوديهم وتقعد تنتظرهم أنت بمكة؟ لا هناك بالمشاعر نعتبر الطوف معهم. ونروح العرفة والمزدلفة والمنى جميع. اي جميع. المنى بتقول يا اخو ما هم واجد. وانت بعرفة ولا مزدلفة تشوفهم تمد اقصاهم وتشوفهم بالضبط. الله اكبر. الحجاج تشوفهم بالضبط وانت واجد تشوف اقصاهم. ما شاء يعني الله. يجي لهم كيلو نص كيلو هذا الحجاج. لا اله الا الله. لا اله. ايه من اول ما من اللي يقدر يوصل مكة. إيه تذكر هكا الحين يقول غالي 300 الحجاج 300,000 كذا لا تدوم. بس. اي 300 لا تدوم. لا اله الا الله. الحين فوق المليون الحين. لا بالمليونين الحين. الله اكبر. مليونين. طيب وش المواقف اللي مرت عليك ابو عواد تذكره وانت بالخطوط يعني مثل ناس متعطلين شيء يعني هالفزعات اللي تصير بالخطوط او شيء مخيف او اي؟ من اول حوادث السيارات واجد خص عقب طلع على الزفت. اذكر من الحاجه اللي اتذكرها كان همس محمل معي مرسيدس محمل من جده للحسن. والله اني ما ادري ب 88 1388 او 1088 ومحمل. ويوم اني عقبت مرات. اي وزنتها مزاحميه. ايه قرعك السياره يوم سقط علي. سيارة صغيرة. زفلت طبعا. اي سقط علي يوم انه تعداني اتقى في الجبل لف الجبل ولا اشوف نور يوم طلع براس الجبل. لا يوم تقدمت شوية للموتر يتقلب في الجبل. اوف. الموتر طالع من الزفلت ويتقلب ومرتفع مع الجبل يجي له 30 متر.
عدى اللفه وانا وزه موتري محمد مرسلس محمد، وانا لبزه وانا حول مع تحويته الى حجر راعيه كالسياره، وهو يلف راعي السياره وينطح نور الموتر عليهم على هالسياره. وحنا نجي نركب، يوم جينا نركب الباب ولها كلبره باكستانيه، وحنا نطلعها حنا نحطها برا. وحين نرجع ولا فيه رجال باكستاني رجال المرأة، واللي هو ميت احنا نطلعه ونحطه عند المرأة، والمرأة تناظر فيه وتصيح. فيه ما ادري هو السواق هذول المرتبة اللي ورا. فيه بلغم بالمرتبة اللي قدام رجال مطبز السيارة عليه، ولا يفتح الباب ولا في حيلة، وينبض السيارة ويهز السيارة ويصيح. نسأل الله العفو والعافية. يوم منا خذنا والنار تالع بالسيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالسيارة خذيها معتذر بيتها الباب يفتح باب ولا يفتح شيء. وحنا نجي من فوق السيارة وحنا نزتها، السيارة مرتفعة تجيها 15 متر معاجم. حنا نزتها والسيارة تقعد تقلب وهي تزف على تندتها. وقفت على التندة. واللي في السيارة يصيح ويهز السيارة ولا الحين لا تطلع ولا شيء. سكن عليها الحديد. لا اله الا الله. لا حمد لله البيبان لا تقطع. الله يغفر. فأتذكر الموقف هذا. الحويبة الباكستانية تناظر بالرجال ثم قامت تصيح. وتناظر الرجال الله يعظم أجره. رجال وتناظر حنا جبنا وحطنا عند وجهه. الحمد لله لا اله الا الله. الله يغفر له ويرحمه. اي والله الاخطار هالسيارات وحوادثه الله المستعان. لا اله الا الله. لا اله. الله يعطيك الصحة والعافية أبو عواد، وبيض الله وجهك، طول الله عمرك بالصحة والعافية. ومن يقول الله يسعدك. شكرا يا أبو عواد.